مسجد آل رشدان اللي بيقام فيه عزاء الكابتن محمد شقير رحمة الله عليه. طبعا دي الصورة اللي احنا شايفينها، صورة الكابتن محمد شقير قائد الطائرة المنكوبة طائرة مصر للطيران، واللي لقي حتفه طبعا هو وكل الطاقم والركاب اللي كانوا موجودين على هذه الطائرة. كل العزاء زي ما قلت لأسر كل الضحايا، وربنا يتغمدهم إن شاء الله ويتقبلهم شهداء عنده. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونتكلم عن التناول الإعلامي سواء المصري أو حتى الغربي، يمكن اللي فيه كلام كتير حصل فيه. حتى كنا تابعنا أن هناك استقالة من صحفية فرنسية وهي مراسلة جريدة لوسوار هنا في مصر. هنتكلم عن التغطية الإعلامية بشكل عام حول هذا الحادث الأخير.